السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نعمل الماتيريال بتاعة الكيبورد ونكتب اي كلمة على الموديل بتاعنا بالشكل ده. فيلا خلينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. وبعدين هقف على اي زرار فيهم وهروح اعمل add material، وبس هقلل اللون لان انا عاوزه اعمل ماتيريال سودا، فبس هنزل السلايدر دي لتحت حاجه زي كده وهي هتعمل لي اللون الاسود ده. فخلينا نعمل دي مثلا 0.015، وبعد كده هاجي على جسم الكيبورد وممكن اختار نفس الماتيريال. بعد كده انا عاوزه بس الزرار ده اللي يكون ليه لون مختلف، زرار الاسكيب. فهاجي هعمل add material وهاجي على الماتيريال دي وهعمل ماينس عشان امسحها، وهعمل نيو ماتيريال ويهديها لون احمر. بعد كده علشان احط الكلمة على الزراير هحتاج ان انا افصل الماتيريال بتاعة الزرار ده برضو عن بقية الماتيريالز، فهعمل ماينس عشان امسحها، وبعد كده هعمل بلس علشان اعمل ماتيريال جديدة وهعمل نيو، ونفس الكلام هاجي من هنا وهاجي على الفي وهعمل 0.015، وبعد كده هاجي من البيس كولر هنا وهدوس على الدايرة الصغيرة دي وهختار image texture وهعمل open وهختار الكلمة اللي أنا عاوزة أكتبها من عندي. أنا عملتها على الفوتوشوب، مجرد كتبت الكلمة وعملت لها export، فهختار الكلمة اللي أنا عاوزة أعملها وهعمل open image، وبعدين هنروح على ال UV editing وهتلاقي الكلمة موجودة قدامك بالشكل ده. ولو الكلمة مش موجودة عندك من هنا هتقدر إن أنت تفتحها من السهم الصغير ده، هتلاقيها موجودة عندك هنا. فهاجي من هنا من على الجزء ده وهروح للفيسز بس اللي أنا عاوزة إن هي يكون عليها الكلمة، فهختار الفيس سيلكت وهختار بس الفيسز دي بشيفت، وهبدأ أظبطها بحيث إن الكلمة تكون في النص. فهاجي من هنا هختار كل الفيسز دي وهعمل اس وهكبرها زي كده، وجي وهجيبها هنا. خلينا من هنا نعمل ريندر بريفيو علشان نشوف الشكل عامل ازاي. فلو تلاحظ الكلمة مقلوبة فهنعمل ار ونلفها حاجة زي كده، وهعمل اس اكس واعمل حاجة زي كده علشان الكلمة تكون مظبوطة. وهروح على بقية الفيسز اللي مش عايزة الكلمة تكون فيها وهعمل اس وهعمل لها سكيل وهبعدها عن الكلمة، وبعد كده هظبط الكلمة في المكان اللي أنا عاوزاه، وبكده بقى عندي حاجة بالشكل ده. بعد كده نفس الكلام هعمله في الزرار التاني، فهاجي من هنا وهعمل image texture وهختار الفيسز اللي أنا عاوزة الكلمة تكون فيها وهختارهم من هنا كمان، وهبدأ أظبطها بحيث إن هم يكونوا في نص الكلمة بالشكل ده أو في المكان اللي أنا عاوزاه. وبعد كده هروح على الزرار وهعمل كنترول اي عشان اعمل invert selection، ونفس الكلام من هنا هدوس اي عشان اعمل select all، وهعمل اس عشان اعمل scale وجي وهبعدهم بس عن الكلمة. وبكده بقى عندي الكلمتين مكتوبين على الكيبورد بالشكل ده. ودلوقتي ممكن نعمل جيزات عشان نرفع الارض لفوق شويه حاجه زي كده. وفي الاخر خالص بعد ما بتخلص، لو انت خلاص هو ده الشكل اللي انت حابه وده الفيو بتاع الكاميرا اللي انت عاوزه، فبتعمل كنترول الت 0 علشان تفتح الكاميرا بنفس الفيو اللي انت عاوزه، وممكن تدوس ان ومن فيو هنا وتعمل كاميرا تو فيو وتبدا تظبط الكاميرا معاك زي ما انت عاوز لغايه ما توصل للشكل اللي انت عاوزه. وبس كده، دي كانت كل حاجة. فيا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو او استفدت منه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.